عافية يا ابوي. عطنا ما في حاجة ولا حاجة. ولا حاجة. والله يا اولاد النهارده جمعتكم عشان احب اقول لكم كلمتين. قول يا باي. قول يابا. زي ما انتم عارفين انا كبرت في السن، الارض كلها بتاعتي، والعمار برضه بيد الله. ربنا يديك الصحة وطولة العمر يا ابوي. ربنا يديك الصحة يا ابوي. تسلم. فعايزكم تخلوا بالكم من الارض دي، فاني بعد ما اموت تقسم الارض دي، كل واحد فيكم ياخد النص. ربنا يديك طولة العمر يا ابوي وتعيش تخافش. وانت يا راجل تخلي بالك. ده انت اللي هتدفننا يا ابوي، انت اللي هتدفننا. معلش ربنا يديك الصحة. تسلم يا ابوي. قولش الكلام ده يا ابوي. ربنا يديك طول العمر ان شاء الله. ما الاعمار بيد الله يا حمدان. انا دوكيتي تعبان وما قعدليش غير اليومين، واليومين دول مش عارف متى اموت. كل واحد فيكم لازم ياخذ اياه حقه. ما تخافش يا ابوي، الارض دي مهما حصلت مهما هتتقسم عمرنا ما هنبيعوها انا واخويا يد واحده. خلوا بالكم من الاراضي دي، وبرضه ما تخلوا قبل ما تخلي بالك من الاراضي دي هتخلي بالك من اخوك حمدان. بعين يا ابوي. خلي بالكم من نفسكم يا انت وهو. ان شاء الله. خافش يا ابوي. والاراضي دي زي ما انا حافظت عليه، انتوا لازم تحافظوا عليه. حاضر يا ابوي، في عينينا جوا. فانتوا لازم تحافظوا عليه. حاضر يا ابوي. ماشي يا راضي. ماشي يا ابوي. ماشي يا حمدان. حاضر يا ابوي. خافش يا ابوي، كل حاجه تحت تمام. باه الحق يابا، الناس اللي متعاركين معاهم قوم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معك عبد الرحيم. يا حاج يا عم. حمدان. اهلا يا حاج. بلا اهلا بلا وسهلا يا راجل روح. لما ينتهي المنظر يا ابوي نبقى نتكلم. ينفع كلام عيالك اللي ما يقولوه ده؟ معلش يا عيال خليفي. يا راضي اما تسلم على الكبير. ماشي. معلش اعتبر الكبير يا حاج. هم عيال برضه يا حاج خليفي. اقعد يا ولد اقعد. هذا يا ابوي. نقعد يا حاج خليفي. انا والله جيت اطمن عليها. انا عارف والله يا حاج خليفي كلك ذوق. عامل انت عامل وعاملين ارضياتك اياه. تمام زي ما انت شايف. الحمد لله كل حاجه موفره فيهم. طب ابقى اجي لك تاني. خلاص ماشي يا خليفي. ابقى اجي لك تاني وما ما ينفعش الكلام اللي قالوه عيالك دي. كلام عيبه. حد ياخد العيال برضه يا حاج خليفي؟ ما انت اكبر من الكلام ده، واحنا ناس كبيره وكبرنا دماغنا. لا يا عمي سلام. يلا يا ابوي. سلام يا ابوي. يلا بينا يا ولد. لنا قاعده ثانيه حج خليفي. والله العظيم شوف قال ايه؟ كان عايزين يسلموا علينا. والله العظيم الناس دول هم دول اللي قتلوا امي، قال عايزين اسلم عليهم بيدي. طب وحياة المصحف لقتلهم بيدي. يا راجل طناش، انت عارف القعده دي على كده؟ هيلاقي انه دماغ ابوك بكلمتين عشان يشتروا الارض منه. ده عشان اجيب عليها واطيها لو خدوا شبر من الارض دي. طنش بالموضوع ده واقعد ساكت انت. شوف ابوك هيعمل ايه في الموضوع دي. اما نشوفوها هو هيجي دروك ونشوفوها هيعمل ايه. اهو جابه. طيب بس حلو خليه يقعد. تعال يا ابوي. كيف عملتوا ده اولاد؟ عملنا ايه يابا؟ اقعد بس ونبقى نتكلم. اقعد يابا وبعدين نبقى نتكلموا. وبعدين يابا عايزنا انا راضي، عايزنا نسلم على الناس اللي كان هيولع في الارض وما يتم بحصرتها. الله العظيم انا اسلم عليهم. امك ما تقدرها يا راضي. فيش حاجه اسمها قدرها يابا، والمصحف لقتلهم. كبر ابنك وطنش ما هو ماله حمدان. والله العظيم لقتلهم، ولو كنت هدفع حياتي بس هقتلهم. تحصلنيش في حاجه ولدي في الصعيد عندنا ايه؟ من عادات وتقاليد الصعيد. طار التار هذا ما تحصلنيش عليك. طار حكايه طار قال خايف حق عليك. امي هجيبه. يا راضي انا خايف عليك انت وحمدان، ماليش غيركم. خلاص مين يابا. هيدفني يا راضي؟ ربنا يديك طولة العمر يابا. خلاص يا راضي مين هيدفني بعد ما اموت؟ يابا خلاص يقف يابا. جنبي. عمر يا ابوي. ربنا يديك الصحه يا ابوي. حمدان قول لاخوك ده اللي في دماغه يشيله من عقله. انت عارف اخوي من المصغر دماغه ناشفه، اعمل له ايه؟ يا راضي انا زي ما قلت لك كلمتين هتوقف زي ما قلت وتتبع الكلام. خلاص يابا تمام ان شاء الله. تمام ولد. ريح لك شويه. قوم يا ولد حمدان قوم اعملنا كوبايتين شاي. من كوبايتين شاي ولا حاجه يا حمدان. حاضر يا ابوي. اثنين ولد. حاضر يا ابوي.
امك ولد انا ماتت انا عارفها، كانت تعبانه وعندها مرض وماتت، مقدرها راضي. مقدرها؟ يا جماعه تفتكر من الناس اللي عم يقولوا لك الكلام ده؟ شو هذا اللي كان صاحبك زمان؟ صاحبك يولع في الارض، طب ليه؟ ما تنسى يا راضي زي ما انا نسيته وكبرت دماغي من زمان. مش هينفع يابا مهما حصل. ولد الدنيا دي لا تفكرنيش الا بيه، خلاص وكبر دماغك. روح يابا على الارض وانا بكي لك، روح يابا روح. ما قدامك انا على الارض. روح قدام على الارض وانا بكي لك. حق امي هجيبه والمصحف اللي هجيبه، خفيش يمه، حقك هجيبه مهما حصل. بقول لك ايه يا ولدي؟ نعم يا ابوي. الارض هناخدوها. كيف يا ابوي؟ هقتل عبد الرحيم. كيف تقتل عبد الرحيم يا ابوي؟ عياله هيسيبونا في حالنا يا ابوي. ومين هيقول لهم؟ ما في مليون واحد في البلد. دام كده يا ابوي انا اللي اقتل لك عبد الرحيم يا ابوي. لا يا ولدي، لو عرفوا انك انت قتلته هيقتلوك انت، وانا ما عاوزهمش يقتلوك. بعد الشر عليك يا ابوي، ده اللي يقرب لك هطخه بالنار فيهم يا ابوي. عشت يا ولدي. احنا هنقتلوه ازاي يا ابوي؟ زمان ودركتي قاعد في الارضيات وحده وعياله مش معاه، ونضربوه باي حي. هو راجل عجوز ومش هيستحمل. خلاص يا ابوي يلا بينا نقتل يا ابوي. لا يا ولدي خليك هنا. قوم يا ابوي راضي جاي لك، قوم يا ابوي. الله الارض كلها بتاعتنا. الو ايه؟ شيوخ العرب اللي عايزين يلبسوها. الله مين ده؟ اخويا. الو يا عم بالراحه ابلع عليك، بتقول ايه؟ ابويا مات والله. طب انا جاي. مين اللي قتله؟ مين اللي قتله؟ تأخر قوي، الموضوع شكله فيه حاجة. مالك يا ابوي بتنهت ليه؟ قتلت يا ولدي. حد شافك يا ابوي؟ لا يا ولدي. طب خلاص يا ابوي نأجر شراء الارض بعد ما تخرج يا ابوي من الكلية يا ابوي. تمام يا ولدي. بقول لك ايه يا اخوي؟ قول يا حمدان. عقلنا اسبوع عاد على موت ابوك وما عرفناش مين اللي قتله. مين اللي قال لك قدته؟ انا عرفت مين اللي قتل ابوك. مين؟ مش هتصدق كمان لو قلت لك مين قول اللي يا قتله. راد وانا اصدق. قول مين اللي قتله. اللي قتله الحاج خليفي. لا قول كلام غير ديتك. والمصحف اللي قتل الحاج خليفي. ده هم اتنين كانوا اكتر من الاخوات، كانوا يقعدوا مع بعض بالساعات ومع بعض. اشاره واماره كمان ان كان ابوك يوم ما مات ساعتها كان جنبي كان قالب طوب، واللي قال لي على الحكايه دي الحاج رضوان كان قاعد ما يحش جنب الارضات بتوعني، هو اللي كان شايف في كل حاجه بس ما قدرش يتكلم، كان خايف من الحاج خليفه عشان كان عمده شيوخ العرب.
تصدق صح، انا لما شلت ابوك وهو ميت كان قالب جنبي صح طوب. بس لازم نتاكد من الموضوع دي. فيش تاكد، انا احسر الحج خليه يلف على ولده فرحان، قال خلص النهارده، قال كليه الطب، قال اتخرج مني، وقال فرحان، قال هيبقى قال دكتور. وما ده انا اخلي البقاء لله على الدكتور. مع انه ما الولد واحنا لنا دعوه بالحج خليفه، صح ولا كذاب؟ الحج خليفه هو اللي ابتداهي، وولده قدر وقديت يا اخوي. ولا قدروش، احنا لنا دعوه بالحج خليفه بعد ما اتاكد من الموضوع دي. لو كان هو والله لا اشرب من دمه حي. انت برا الموضوع دي، ابوك قبل ما يموت حطك امانه في رقبتي، وانت ليكش دعوه بعد عن الطار يا اخوي، صغير انت صغير ليكش دعوه بالحكايات دي. انا اعرف اجيب حق ابوك وحق امك، وغير كده كمان هو ما كانش اللي قتل ابوك، غير كده برضه هو اللي موت امك بحصرتها يوم مولع في الارض بتاعتني. بس نتاكد منه هو الموضوع دي. ايش حاسس تاكد؟ ليكش دعوه بالموضوع ده وما تتكلمش، اي حد يسالك راضي فين قول له ما اعرفش. رايح فين يا راد والسكينه في يدك لكن نوع على الشر؟ رايح فين يا راد عم اكلمك انا؟ رايح فين؟ تأخر والله الوكيل ده شكله مش هيجيب هالبر. ايه عملت ايه؟ في عملت ايه؟ قتلته. قتلت خليفه ولا ولده؟ قتلت ولده درديري. مال ولده ومال الموضوع يا وكيلها. بس يا عم مال ولده صفيت حق امي ومال معاك. معايا يا ولدي مال ولده ومال الموضوع. خلصت حق امي ولا انت حق امك مش عايز عندك ولا حاجه. حرام عليك، ناخده حقنا من خليفه مش ولده. هو حق نصيبه كده وقدره كده، خلاص يموت. ولده يدرك كمان زمانه هيبقى دكتور قد الدنيا. ليه يا ولدي حرمته من غور يا ولدي؟ امك هي اللي ربتنا وخلتنا حاجه في الدنيا، في الاخر قام جوع الكلب زي ده ما يسوى جنيه قتل امك. المفروض نقتله خليفه مش ولده. مال ولده ومال الموضوع. خلاص اقوم على السيره دي. هترن على مين انت دروه؟ هتسمع بودانك. بس هو يرد. مين هو؟ مان ولدي يطلع لي دكتور قد الدنيا وافتخر بيه قدام الناس التراب دي. الو راضي؟ حج خليفي كمان هاي. يلا اخبار؟ بقول لك ايه، الف مبروك على الدكتور. الله يبارك فيك. قصدي البقاء لله للدكتور. بتقول ايه؟ ولدي موت ولدي. سلام. انا عملت اللي علي. حرام عليك يا ولدي. وهنا اللي هيقربنا ثاني هنقتله. احنا النهارده يا جماعه عملنا الفيديو ده مش ان احنا نشجع الطار ولا حاجه، مش عشان تشجع الناس كلها عن الطار، لا، هي الطار دي حاجه عفشه، يعني مش زينه قوي ولا حلوه. احنا كصعايده
مش بنفرح بحاجه اسمها الطار، لا بالعكس. اديكم زي ما انتم شايفين كم واحد مات في الفيديو بسبب حاجه اسمها طار وبسبب حاجه اسمها ارض. لو كنا توحدنا مع بعضينا وبقينا لا ده يبص على ده ولا ده يبص على ده، مفيش حد هيموت ولا في حاجه اسمها طار ولا اي حاجه. بس احنا كصعايده دي العادات والتقاليد بتاعتنا. يا ريت يا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش اللايك والاشتراك بالقناه. الاشتراك بالقناه. السلام عليكم.